السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ مرحب بيكم في كل مكان. هقدم لكم النهاردة وصفة برضو بسيطة جدا. دي ترطيب الايدين اللي هي بتبقى يعني مش هقول هجيبها بطريقة افضل، بتبقى منكمشة في الشتاء. تبييضها برضو تنوير الايدين من اثار الشمس. لو انت مثلا بتطلع شغلك في الشمس زي حالاتي يعني كده على طول، بتبقى برضو الايدين مسمرة على طول، بتبقى في خشونة، بتبقى في انكماش في الايدين. انا هجيب لك الوصفة دي لتبييض الايدين وتنعيمها وترطيبها من اثار الشمس واثار البرد والخشونة اللي فيها، وترطيبها بشكل بسيط جدا جدا، وهي عن طريق حاجة بسيطة خالص خالص، اللي هي زيت الليمون. زيت الليمون واي كريم مرطب. زيت الليمون هنعمل فيه ايه؟ هنتصرف كده اهو، نفتح زيت الليمون. هتاخدي كمية بسيطة كده من زيت الليمون بايدك، يعني حاجة بسيطة خالص كده اهو، وبطرف ايدك تدهني ايدك خالص كده اهو. الاول دهنتي بزيت الليمون، يعني مسحة بسيطة خالص. جيبي الزيت المرطب على نفس الزيت، على نفس الزيت تاخدي كمية بسيطة كده اهو، تحطيها على نفس الزيت هو وتدهني كده اهو بايدك. دي للوش، للايدين، لأي أماكن فيها آثار انكماش في الجلد من آثار الشتاء، من آثار برضو البرودة، من آثار الشمس، الحاجات اللي هي بتبقى دايما مسمرة كده يعني، وما فيهاش طراوة ولا رطوبة في من الجسم، الجلد نفسه ناشف. الطريقة دي هترطب الايدين خالص، هتخلي الحاجات اللي بتبقى منكمشة كده من الشتاء، من آثار الشمس، الزرقان، السمار، هيبقى كله ده هيتجلي، يبقى ابيض خالص. هترطب الايد خالص خالص. طبعا انا الوصفات دي بعملها لكم على اساس الشتاء طبعا بيجي بالاثار بتاعته، اللي هي اول حاجة الجلد كله بينكمش، بتبقى فيه اسمرار، في خشونة في الايدين وفي الرجلين وفي الوش. طبعا الوصفات دي هتخلي الجسم الشتاء كله رطب وناعم، ومفيهوش اي اثار للشتاء او للبرودة او للشمس او للاستمرار. طبعا الوصفات دي سهلة جدا وبسيطة جدا في نفس الوقت، وما بتكلفكيش شيء، وحاجات طبيعية يعني، من غير ما انت هتغرموا اي شيء. هتعملي كده وهتنامي كل يوم بالليل مرة واحدة، هتلاقي الصبح، هتبص الصبح تلقي المنطقة دي كلها فتحت خالص. الجلد اللي هو ناشف، والانكماش اللي في الايدين، الاسمرار، اذا كان مثلا شغلك شاق بتبقى فيه تشققات في الصوابع او كده، او في الايدين نفسها، تلقاها كلها دي انتهت. ويا رب تكون الوصفة دي برضو سهلة وبسيطة، ويا رب دايما يقدرني اقدم لكم كل شيء بسيط وسهل كده وهين، يعني من غير تكاليف. وإن شاء الله يا رب كده أسمع عنكم كل خير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. متنسوش تدعموني باشتراك ولايك، وأنا معاكم في كل جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.